سباق الكرة الذهبية يدخل منعطفاً حاسماً مع إعلان قائمة مكونة من 30 لاعباً مرشحين للفوز بالجائزة، إلا أن أغلب التحليلات ترفع أسماء قلة من النجوم وتعتبرهم الأوفر حظاً. وأخيراً كشفت مجلة فرانس فوتبول عن القائمة التي تضم 30 لاعباً من بينهم أشرف حكيمي الذي يتصدر الاهتمام بعد موسم قوي مع باريس سان جيرمان. من الطبيعي أن يكون حكيمي بين هذه الأسماء، فقد قدم موسماً لافتاً حيث سجل 11 هدفاً وصنع 14 تمريرة حاسمة، أي ساهم في 25 هدفاً خلال 55 مباراة، وهي أرقام استثنائية لمدافع. وقد أجرى مؤخراً مقابلة مع قناة كانال بلوس الفرنسية، وهي معروفة بإجراء هذا النوع من الحوارات قبل إعلان الفائز بالكرة الذهبية، ما أثار جدلاً واسعاً في فرنسا وحتى داخل فريقه. في المقابلة أكد حكيمي أنه قدم موسماً استثنائياً وأن أرقامه ليست عادية بالنسبة لمدافع، موضحاً أن مثل هذه الأرقام يجب أن تقدر أكثر حتى من أرقام المهاجمين، لأن المدافع يؤدي واجباته الدفاعية إلى جانب المساهمة الهجومية. غير أن هذه التصريحات لم تلقى ترحيباً من إدارة باريس سان جيرمان، التي يبدو أنها تفضل دعم لاعب آخر هو عثمان ديمبيلي ضمن خطتها لجعل الفريق أكثر فرنسية من حيث الأسماء. هنا يأتي دورنا كمغاربة وعشاق لكرة القدم لدعم حكيمي. صحيح أن التصويت الجماهيري لن يحدد الفائز بالكرة الذهبية، لكنه يشكل ضغطاً إعلامياً ورسالة واضحة بأن الجماهير ترى أن حكيمي يستحق. لذلك خذوا دقيقة من وقتكم وصوتوا له عبر الرابط في الوصف لعلنا نساهم في منحه التقدير الذي يستحقه. في النهاية أرى أن الثلاثي النهائي للكرة الذهبية قد يضم لامين يامال، ديمبيلي، وأتمنى أن يكون معهم أشرف حكيمي، فكما فعل روبرتو كارلوس عام 2002 عندما حصل على المركز الثاني كمدافع، يستحق حكيمي هذا العام أن يكون بين الثلاثة الأوائل، بل ربما أكثر بالنظر لما قدمه من أداء وأرقام. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو أو مقاطعه على ريلز وتيك توك لتصل الرسالة إلى أكبر عدد من الناس. وإذا وصلتم إلى هذه اللحظة من الفيديو